في لحظة كان من المفترض أن تكون نزهة عائلية هادئة على شاطئ سيدي الرحال، تحول كل شيء إلى كابوس مأساوي. غيتا الطفلة الصغيرة المسكينة كانت تلعب وسط العائلات ببراءتها قبل أن تصيبها سيارة رباعية الدفع. كانت تقوم بحركات استعراضية متهورة وسط الزحام، غير آبها بالخطر الذي تشكله على أرواح الناس. لكن ما جعل الجرح ينزف أكثر هو ما رواه والد غيتا في تصريح مؤلم لأحد المواقع الإلكترونية. قال إنه بعد الحادث اقترب منه أحد الأفراد عائلة السائق وقال له بلهجة صادمة: "إحنا راه عندنا الفلوس"، وكأنهم يلمحون إلى أن المال يمكن أن يشترى بكل شيء حتى مصير القضية. وأضاف الأب: "واش حنا دابا بنتنا واخا غادي تموت عادي". ولكن الأب يطالب بشيء واحد فقط: العدالة لابنته. الطفلة المسكينة غيتا أصيبت على مستوى الرأس والفك، وهي الآن ترقد في المستشفى. ويحكي والده المسكين بحرقة: منذ أسبوع وأنا ما قدرتش نرجع للدار، كانت هي كتجري كتفتح لي الباب وتحضني كل ما كنكون غادي ندخل بحالي. هو لا يصرخ، لا يهدد، لا يطلب أي شيء، يطلب سوى شيء واحد وهو العدالة. العدالة للطفلة خرجت تلعب فعادت محطمة الجسد ومعلقة بين الألم والانتظار. قال ذلك الشخص: عندنا الفلوس، لكن صوت الشعب المغربي أقوى، ومن حق هذا الصوت أن يجعل من كل قضية غيتا قضية رأي عام. ونطالب للعدالة للطفلة غيتا، كلنا مع غيتا.